تخيل كده ضاع من عمرك كام سنة بتحاول تدرس في الضح فيهم الفرق ما بين المضارع المستمر والمضارع البسيط، بس في الحياة الموضوع مش هياخد أكتر من ثانية. حد بيسألك سؤال زي ده؟ How many languages do you speak? Yeah, I can speak in English, Spanish. ثواني، أول ما اتكلمت قلت إيه اللي أنت بتقوله ده يا إسلام؟ إسلام أنت عندك خلل في القواعد دلوقتي. I speaking. طب إزاي؟ عرفت إن إسلام في حاجة عنده غلط. الحياة العملية ما بتاخدش أكتر من كده، ثانية. وما انساش أبدا واحد من طلابي لما مديره الكندي كلمه وقال له أنت محتاج تطور الإنجليزي بتاعك علشان شغلانتنا حساسة. كل اللي عمله صديقنا ده إنه غلط غلطة واحدة بس، جاله اتصال من مديره. Where are you? I want you to come. وقال لمديره أيوة أنا جاي لك. بدل ما يقول له I am coming قال له I come. لو بتسأل إيه الفرق ما بينهم، الفرق كبير جدا يا صديقي. الأولى معناها I am coming، أنا جاي لك دلوقتي حالا. التانية I come، ما أنا باجي وكل ما بتطلبني وتسألني باجي، ودي عادة عندي إن أنا باجي. ده يعتبر واحد من أهم الأزمنة اللي موجودة في الإنجليزي. كل حاجة بسيطة وكبيرة مبنية على الزمن ده. اللي يفهمه تقريبا هو فهم 70% بأمر واحد أحد من الجمل اللي بيشوفها قدامه في الإنجليزي. كل اللي طالبه منك يا صديقي 5 دقايق بس من تركيزك، وإن شاء الله الموضوع هينتهي مدى الحياة. انسى اللي درسته على الورق في الحياة العملية. تعال نفهم الفكرة ببساطة. معكم إسلام AKA سامكس في حلقة جديدة من الشوارع. Let's get started. أول حاجة كده عشان نكون متفقين، الاسم اللي أنت شايفه قدامك ده شيله، انساه. في الحياة العملية هنصيغها بفكرة بسيطة، يا إما تسميه فكرة العادات والروتين، يا إما حرف الإس. تمام؟ بس عشان نكون متفقين. جاهز بقى؟ بسم الله. بتاكل سمك؟ طب الحمد لله، قول الحمد لله. طب كويس، بس أنا مش شايفك بتاكل سمك دلوقتي يعني. في حياتك يعني بتاكل، مفيش مشكلة عندك. طيب ده واقع يعني. إيه الحمد لله؟ أنت بتصلي؟ طب ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. قول الحمد لله. بس انا مش شايفك بتصلي دلوقتي يعني، انت بتتفرج عليا. انت في حياتك يعني بتصلي، الحمد لله، عادة عندك. تمام. شفت الفكرة؟ لما نيجي نصيغ اللي احنا قلناه ده كعادة عندي في حياتي، مش شرط اكون بعملها دلوقتي، بصيغها بالشكل ده. فكرة مين هياخد الاس. لما بتكلم عن الاي وي يو ذي اللي انت شايفهم دول، بتكلم عن نفسي. I watch TV. انا بتفرج على التلفزيون، مش دلوقتي، في حياتي. هما بياكلوا سمك. They eat fish. بس خلاص، في الواقع هم في الحياة بياكلوا سمك عادي، ده عادة عندهم، مش دلوقتي. أنا عايش في كندا، ده واقع، دي حقيقة. I live in Canada. I live in Canada. مفيش أي إضافات لكلمة live ولا living ولا lives ولا أي حاجة خالص. طب ما حلو يا عم إسلام الموضوع ده أنا ممكن أحكي روتيني كله في الحياة اليومية بدون ما استخدم أي حاجة غير الفكرة دي بس. I watch TV. I play with my cat. I drink coffee. Go to pray. Recite Quran. I go out to work. Talk to my dad. ده الروتين كله تقريبا. كل اللي أنا بعمله في حياتي وفي يومي أقدر أصيغه بالشكل ده. لحد هنا دلوقتي الحمد لله الدنيا زي الفل منورة زي المكتب ده ما شاء الله. الحتة بقى الرمادية شوية، رخمة سنة، ركز معايا. حرف الإس، مين بيحب الإس؟ هي شي إت. هنا أكتر حاجة الناس بتقع فيها بقى ما بيجي يتكلموا، يقول لك زيجا بيشرب لبن. زيجا drink. لا زيجا drinks. زيجا drinks milk. بيشرب لبن. دلوعة. تمام. فزي ما انت شايف قدامك في الجدول كده، زمن الاس سميناه عشان الهي والشي والات لما باجي اتكلم عنهم حط لها اس بس خلاص. هي لايك، لا هي لايكس. وده بيدل او بيفهمني فكره ان ده في حياته، دي عاده عنده بيحب يعملها. المشكله فين بقى يا صديقي؟ قالوا لنا في المدرسه ان كل زمن في الانجليزي ليه كلماته الدلاليه بعرفه منها. في الحياه الواقعيه مفيش الكلام ده. لما انا اقول لك بالعربي انا بروح الجيم، عرفت عني ايه؟ عرفت ان اسلام ما شاء الله عنده عاده ان هو بيروح الجيم. يوم يوم لا، مش قصتنا. الله ينور. في الانجليزي اول ما الاجنبي يفتح بقه معاك ويقول لك I go، خلاص اعرف ان دي عاده. مش محتاج يقول لك I always go to the gym. I usually go to the gym. مش محتاج يقول لك كل الكلام ده خالص. I go، التركيبة دي عرفتني ان دي عادة وحقيقة. وعشان كده صاحبنا اللي مديره الكندي في بداية الحلقة لما قال له I come، انا باجي، دي عادة عندي ان انا باجي لك كل ما بتكلمني. I come to you، مش منطقية خالص. I'm coming دي بقى معنى تاني، زمن الترس، وهناخده ان شاء الله قدام. He knows what he wants. 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 Jake says thank you.
Jake says thank you. Jake says thank you. He lives in you. He lives in you. He lives in you. لو سألتني أصلا دلوقتي إيه فكرة إن الهي والشي والإت بيجي معاهم إس في الإنجليزي، هقول لك ده مش سؤالك لوحدك، ده سؤال ملايين البشر بيتعلموا إنجليزي برضه زيك. زي الراجل في الفيديو ده بيقول I hate verbs in English. I dance, you dance, he dances. Why? Is he dancing more than me? I don't think so. 645 people dance and he dances. How much is this dance? من شهرة الزمن ده، وده تعتبره أساس الإنجليزي. من شهرته أول كلمة أنت اتعلمتها أصلا في الإنجليزي كلمة I love you. I love you يعني أنا بحبك. أهي I love I أهي وبدون إضافات، خلاص دي واقع وحقيقة يعني أنت بتحبني. لكن لو قلت هي بتحبني تبقى she، حط اس بقى، she loves me. She loves me. هو أنا عارف إن أكتر حاجة بتعقدك في الفكرة دي والزمن ده do و does. لما بنيجي نسأل بيهم يا باي على كلمة does بتعقد ناس كتير، بس عايز أقولك لحظة إدراك منك وهتكتشف حقيقة مهمة جدا. كلمة do يعني يفعل، هي على فكرة ده فعل عادي جدا، زي مثلا يأكل I eat I do. يلا الناحية التانية بقى حط اس، he eats he does. ايه ده؟ في حاجة غلط. ايه دوس دي؟ احنا مش بنعزف على البيانو هنا، حط لها ايه عازلة، ومن هنا طلعت does. عرفت فكرتها ازاي؟ الله ينور. دول بقى لما بتحط لهم في البداية، حطهم في بداية الجملة، بسأل البني آدم عن الواقع، الحياة بتاع العادات والواقع. يعني لما اقول لك انت بتروح الجيم لازم اصيغها كده do you go to the gym، لازم احط كلمة do عشان اسألك عن الواقع بتاعك والعادات. انت عايش في مصر do you live in Egypt، انت بتاكل سمك do you eat fish. ولما تكون بتسأل عن الواقع بتاعه او بتاعها او حد زي الواد زيجا كده ايه محايد it، على طول اسأل بداز. الميكروفون ده شغال معانا؟ does it work does it work شغال؟ اهي حطيت does عشان اسأل عن الواقع اللي احنا عايشينه مع المايك ده. شغال الحمد لله. ليه ما حطيتش كلمة works مع ان it بتاخد اس؟ لا، قالك انت حطيتها اصلا في كلمة does، صح؟ هنحطها مرتين ليه؟ بس خلاص، هو احنا نقعد بقى نزود اسات كتير ووجع دماغ؟ الكلمة اللي تحط فيها does ما تحطش اس خالص في السؤال بتاعها او في الجملة بتاعتها، هي مرة واحدة بس وانتهت. ومن هنا جت فكرة ان انا اسأل بداز واسأل بدو، وما بسألهمش غير عن العادات والحقائق عن الشخص ده. وعايز اقول لك لو فكرت انك تحفظ اهم 100 سؤال موجودين في الانجليزي، لو عملت منهم احصائية كده على اهم 100 سؤال هتلاقي ان في منهم 69 سؤال بس متعلقين بزمن المضارع البسيط او فكرة الاس والروتين والعادات اللي احنا اخدناها النهاردة. اهم زمن في الانجليزي، اللي يحفظ اهم 100 سؤال في الانجليزي 69% منهم متخيل بيتكلموا عن الفكرة بتاعت الاس دي بس، او واقع وحقائق وعادات عن الشخص اللي قدامك. يعني تقريبا اهم واتقل الازمنة اللي موجودة في الانجليزي كلها الاساس. لو سألتني ان شاء الله تعالى ايه اكتر زمن الناس بتقع فيه معاك في كورسات المحادثة، هقول لك بلا منازع زمن الاس بامر الله. You know, my mom love Madrid. To say Marcel is the always joke, always put music, always dance, always do that. They push all players. بعد ما قفلنا فكرة الزمن ده من جوانب كتير، عايز اقولك ان انا ما اقدرش اسيبك كده. عارف ايه اكتر حاجة بتوقع الناس في المحادثة؟ مش انك تكون اصلا عارف الزمن ده، كل الناس بتقع فيه اصلا وهي فاهماه. طب مين اللي ما بيقعش؟ اكتر واحد اللي بيكون حافظهم على هيئة قوالب. تعالى بقى ناخد الجمل اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية على هيئة قوالب من الافلام. يلا بينا، بسم الله. تفتكر لو عايز اقول الموضوع يعتمد على الشخص هقولها ازاي؟ It depends on the person. عايش. It depends on the person. الأمر يعتمد على الشخص. خدت بالك؟ على طول حطيت الاس لأن ده واقع. الأمر يعتمد على الشخص. لو عايزين نقول الموضوع بياخد وقت بنقولها ازاي؟ It takes time. It takes time. It takes time. It takes time. حلو. لو عايز أقول لك بقى كلام منطقي زي الفل هقولها ازاي؟
لما تضيف حاجة صغيرة وتحس انها بتحدث فارق بتقولها Makes a difference. Makes a difference. تعرف تخمن الجملة دي معناها ايه في الحياة وبنقولها امتى؟ Life happens to us every day. Life happens to us every day. هي الدنيا كده، دي سنة الحياة. بنقولها بالعربي بالانجليزي. لو حد قالك الاتوبيس فاتني لا قدر الله تقول له don't worry don't worry life happens. ما تقلقش، هي الدنيا كده، بتحصل كتير، الحياة دايما كده. يا رب اكون وضحت لكم واحد من اهم الازمنه اللي موجوده في الانجليزي، ومش الزمن ده بس، ان شاء الله هنلحم بقى في الزمن التاني. فكره الترس اللي لما بيشتغل. بلاش نحرق الفكره. فكره الحلقه الجايه اكتبوا لي رايكم في التعليقات على الحلقه دي، وما تنسوش اللايك، وما تنسوش تابعوني على قناتي التانيه انجليزي شرح من الافلام، وقناتي التالته اسلام حسن اللي بنتكلم فيها عن مواضيع في ديننا مهمه جدا. اكتب لي رايك في التعليقات في الحلقه دي، ولو مستني الحلقه الجايه ان شاء الله اكتب لي برده في التعليقات انك مستني حلقه الترس، وان شاء الله تكون حلقه اشد من دي كمان. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك. لا اله الا الله.